السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الساعات الأخيرة توالت الأحداث وقلنا الحرب رجعت تاني، لأن نتنياهو كده افتكس حكاية كده وقال لك وخرقوا الاتفاق وخرقوا الهدنة وحدث أمني شوية حاجات مع بعض كده تم الكشف عنها إنها مش حقيقية. وطلع ترامب بره حركة حماس وقال إني ملهاش دخل في الموضوع ومش هي اللي خرقت الاتفاق، اتفاق وقف اطلاق النار. خد بالك ان يعني الكلام بيدور حوالين ايه؟ حوالين اتفاق وقف اطلاق النار مش انتهاء المعركه. يبقى اللي قعدوا ورقصوا وطبلوا وزمروا والنهارده السيسي عايز يلم النقطه بعد ما كان بياخد من اللي قافل لهم المعبر علشان يستفردوا. لما الحرب خلصت هياخد من مين؟ هياخد بقى من غزه واعاده اعمار غزه. قبل ما نكمل بس التفاصيل تعالوا نشوف مع بعض كده. هذا القزم الذليل السيسي مصر تستضيف مؤتمرا دوليا بشأن إعادة إعمار غزة في نوفمبر المقبل. هنجيب الناس بقى كل واحد ايه يطلع اللي معاه علشان نعمل إعادة إعمار بقى يا جماعة. يلا نعمل إعادة إعمار. يعني مفيش كده في الدنيا، مفيش كده، لكن هي كده. ما تخيلتش طبعا انك تشوف حاجه بالحقاره دي، اللي قافل عليهم المعبر وقال لك انا شعبي اولى واروح ادخل نفسي في حرب. الاول طبعا كان بيقول لك المعبر مفتوح المعبر مفتوح، تعالوا شوفوا احنا هروح من ربنا فين لو قفلته يعني. وبعد كده قال لك ايه؟ طب اروح افتحه بالقوه بقى ونخش في حرب وبتاع. طب حتى بعد وقف اطلاق النار والقعده اللي عملوها وشوبش الحبايب برضو امرته الكيان امره انه ما يفتحش المعبر. ما تفتحش المعبر لحد ما نقول لك الحين اشعار اخر، لحد ما عملوا وافتكسوا الحكايه اللي هي بتاعت حدث امني دي. والشباب كانوا بيطاردوا ابو شباب اللي هم يعني ايه الخليج اللي هو مجند ابو شباب اللي هو السعوديه والامارات وبعد كده اكتشفنا وطلعت البحرين والقصه كبيره. والدول اللي هي ساعدت عسكريا وماديا. وكان كان التقارب قبل طبعا قبل الطوفان كان في تقارب. كانت الدول الخليجيه كده بتقرب والكيان بيقرب. لما حصلت الحرب خلاص الدنيا اتعفرت، قاموا حاضنين بعض بقى. وفي عيال بقى دلوقتي يعني يتربوا في عزهم كده عسكريا وماديا ومع كل حاجه. والشعوب كنا نشوف يا اخويا طالع من البحرين رايح مع ايدي كوهين وجايب له بسبوسه وبتاع، والسعوديين والكويت واللي شفنا الكلام ده كله. شفنا يعني ايه عينك ما تشوف الا اعوذ بالله يعني. فدلوقتي قاعد بيقول لك بقى هنلم بقى شوبش بقى. يلا بقى صندوق اهو، صندوق تحيا غزه. بعد الخيانه دي كلها صندوق تحيا غزه. بعد طبعا ما حصل اللي حصل في الساعات الاخيره وافتعال حدث امني علشان يحصل غارات كبيره جدا راح ضحياتها اسماء كبيره وناس كتير وضحايا كثر يعني. انما الموضوع برضو اتلم. يعني ترامب طلع وبرأ الحركه وقال ترامب يبرئ قاده حماس بعض المتمردين خرقوا وقف اطلاق النار في غزه. ترامب قال ان الحركه ملهاش علاقه بالاختراق. الاختراق جه من بعض المتمردين. الاستغاثة اللي حصلت من الدول الخليجية للخونة والجواسيس استجاب لها الكيان. والكيان حب يتدخل علشان بقى ايه بعد ما باع ابو شباب واللي معاه. فحصلت ضغوط من الدول اللي مشغله العيال دي انهم لا ما تسيبوهمش ولازم انتوا تعملوا اي حاجه كده.
فحصل الهجوم الأخير في الساعات الأخيرة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد أن وقف إطلاق النار بين الدولتين العبرية وحركة حماس ما زال قائما، وذلك بعدما شنت إسرائيل عشرات الغارات على أهداف لحماس متهمة إياها بمهاجمة قوتها. وقال ترامب لصحفيين في الطائرة الرئيسية عندما سئل عما إذا كان وقف إطلاق النار ما زال قائما: نعم إنه كذلك، مشيرا إلى أن قيادة حماس لم تكن متورطة في أي خروق، وألقى باللوم على بعض المتمردين داخل الحركة. وأضاف: لكن على أي حال سيتم التعامل مع الأمر كما يجب، سيتم التعامل معه بحزم لكن كما يجب. وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق يوم الأحد أنه بدأ استئناف تطبيق وقف إطلاق النار في غزة بعد انتهاك حركة حماس. يعني بيتهم أن حركة حماس هي من انتهكت وقف إطلاق النار، في إشارة إلى انتهاء الضربات على القطاع. طبعا صدرت الأوامر الأمريكية على الفور ان الموضوع خلاص لم الموضوع، وبعدين تفتح المعبر كمان. حكومة نتنياهو المهددة بالإطاحة والمحاكمة مش عاجبك الكلام وشيطة، خليه ان شاء الله. يعني مين اللي عمل النصر؟ احنا كلنا عارفين مين اللي عمل الانتصار ومين اللي قعد الكل ومين اللي النهارده بتعمل له ألف حساب. يعني اهو الاحتلال يعلن استئناف تطبيق اتفاق غزة ويتراجع عن وقف المساعدات. يعني اعطى الاوامر ان خلاص الحرب طيب انتهت وهنبدأ نفتح وندخل المساعدات. وطبعا السيسي طلع بقى عمل يعني عمل حفلة وقال الكلام الآتي، هنبدأ نشوف مع بعض كده. السيسي قال السيسي يوم الأحد أن مصر ستستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار قطاع غزة المدمر في نوفمبر المقبل، داعيا الشعب المصري إلى المساهمة الفاعلة في جهود الإعمار، تعبيرا عن التضامن والمسؤولية والمحبة تجاه الأشقاء الفلسطينيين وفق ما ورد في كلمة السيسي للقوات المسلحة في مدينة نصر بمناسبة الذكرى 52 لنصر أكتوبر التي أوردتها الرئاسة المصرية في بيان. قال لك إيه بقى؟ لحظة. تعبيرا عن التضامن والمسؤولية والمحبة، التضامن والمسؤولية والمحبة تجاه الأشقاء الفلسطينيين. فيها سبوبة، يبقى في تضامن، يبقى في مسؤولية، يبقى في محبة. حيث ان في سبوبة يبقى في تضامن، يبقى في مسؤولية، يبقى في محبة. انما غير كده لا. وانا اورط نفسي ليه واورط شعبي ليه وانا مالي يا عم كده؟ واحنا عارفين اصل الحكاية ايه وفصلها ايه وهرست، يعني اتهرست، يعني خلاص. يعني ابوه امه ايه وقصته ايه وحدوته ايه واصوله ايه ومش عارف ايه. انما العيب مش عليه، العيب على المصريين. يعني العيب مش عليه، العيب على المصريين اللي هو يعني استخفهم فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. ده حتى بيقول لهم السيسي الاسعار مبررا رفع اسعار الوقود اما الغاء الدعم او الاقتراض. قال لهم يعني انا عشان نخرج من الازمه اللي هي ما كانتش ازمه وما كانش في ازمه ولا حاجه اصلا. يعني كان في انقلاب وده دم وبتاع. يا اما نرفع الدعم يا اما نقترض. فطبعا قعد يقول حادي بادي كرنب زبادي لحد ما احتار. قالوا خلاص الاثنين. فالبلد غرقت في الديون، والقروض، وفي نفس الوقت رفع الدعم. وبعدين اللي هيحصل يعني لشعب صمت وسكت وشاف بعينه اللي حصل في ارضه واللي حصل في ارض اخواته. تفتكروا ان ممكن ربنا يعني يعديله امر زي ده؟ يعني كده يعني تمشي اللي يعني
يعني مش فاهم، يعني اللي بتولي زي اللي ما بتوليش، مش ممكن